شروق القاسم الصبح بتريح التعبانين من أسنانهم، بس بالليل بتريح الزهقانين من دنيتهم بالراس على 1.5. إمكانياتها جبارة وجسمها كرباج زي ما قال الكتاب، محدش بقى قادر يقاوم الحاجات اللي عندها. ولما بتروح أي نايت أو كباريه الدنيا بتتقلب، ده غير الفلوس اللي بمئات الألوف اللي بتترمي عليها كل يوم. عصام صاصة وأحمد عامر وغيرهم كتير بيطلبوها بالاسم، بس اللي عملته في الفترة الأخيرة قلب الدنيا. فيا ترى ايه اللي حصل الفترة الأخيرة؟ ويا ترى عملت ايه مع عصام صاصة؟ وليه الدنيا اتقلبت مع عصام بعد اللي عملته معاه؟ كل ده بقى وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. شروق القاسم زيها زي غيرها، أهلها علموها وفضلوا معاها لحد ما دخلت كلية طب الأسنان. وفعلا شروق كانت شاطرة جدا في الدراسة، خلصت بتقدير كويس. شروق بعد ما خلصت الكلية ما كانش قدامها حاجة غير إنها تبقى دكتورة شاطرة والزباين يقفوا عليها بالطوابير، وفعلا ده اللي حصل. بس مش ده المهم، الأهم بقى إن شروق من صغرها كانت بتحلم إنها تطلع فنانة. أي فن بقى، ممثلة ماشي، مغنية ما يضرش، لكن الهشك بالشك ده كان كل طموحها. بدأت شروق القاسم من بعد ما بقت مشهورة وعيادتها مشهورة تروح تتفرج على الرقصات، وهوب فجأة مرة واحدة طلعت على المسرح ورقصت. وبعدها ما ظهرتش إلا لما كانت لابسة بدلة رقص تمنها الشيء الفلاني، وبدأت بقى شغلها في الهشك بالشك، والدنيا اتغيرت 900 درجة. وزي ما شروق اشتهرت في الطب، برضه بقت مشهورة في الرقص جدا، لدرجة إنها بقت بتطلب في الأفراح والمهرجانات وكمان الاحتفالات بالاسم، وتطلب في الساعة الواحدة 50,000 جنيه. الأهم بقى اللي شروق عملته مع عصام صاصة. عصام زي ما كلنا عارفين إنه اتقبض عليه بعد ما خبط واحد بالعربية بتاعته، واتضح إنه كان معاه كمان ممنوعات. الأهم بقى إن قبل ما يتقبض عليه بمدة قصيرة جدا كان عصام مع شروق في حفلة، والدنيا كانت مليطة. الحفلة سمعت جامد جدا، وبعدها على طول اتقبض على عصام صاصة وحصل له اللي حصل. الأهم بقى إن شروق القاسم بعد شهرتها سابت عيادة الأسنان بتاعتها، لأنها لقت إنها مش هتعرف توفق بين ده وبين ده، وكمان الفلوس بقت أكتر. كمان الحفلات الحفلة ورا التانية، والدنيا اتغيرت معاها على الآخر. وصاحبتها كمان الدكاترة بقوا زعلانين قوي إنها بدلت الطب بالرأس، وإنها بقت هشك بشك. حتى أهلها طلبوا صاحبتها إنهم يروحوا يتكلموا معاها يمكن ترجع عن اللي هي في دماغها، بس الواضح بقى إنها كانت واخدة القرار ومصرة كمان عليه. لكن الأهم بقى تفتكروا إن الدكتورة الرقاصة هي السبب في اللي حصل لعصام صاصة؟ وهل فعلا ممكن تسيب الرأس وترجع من تاني للطب؟ ويا ترى ايه رأيكم بقى في قصتها اللي تخلي واحدة تتحول من دكتورة الرقاصة؟ مستنيينكم بقى انتوا كمان تشاركونا في التعليقات.